بعد حادثة السويد وحرق القرآن الكريم من شخص عراقي الأصل، اللي ظهر أن هذا الشخص ملحد وكان رئيس ميليشيا في العراق، عمل كل شيء بالعراق، قتل الكثير، وبعدها ذهب لليمن ومن اليمن إلى السويد. وأقدر أقول مع الأسف وأفتخر مع الأسف على كل بلد عربي مسلم لم يدافع على القرآن الكريم اللي هو دستور المسلمين كاملة. شو السبب ما أعرف صراحة، علامة استفهام كبيرة، وأعتقد أحد الأسباب هي مصالحهم الشخصية. الآن لماذا أنا أفتخر؟ أفتخر لأني عراقي صراحة، لأن كل الشعب العراقي خرج وتظاهر ودافع عن دستور المسلمين اللي هو القرآن الكريم. واعتقد الكل شاف ورأى ماذا عمل العراقيين امام السفارة السويدية، وماذا عمل العراقيين في الدوري العراقي دفاعا عن القرآن الكريم. مثل ما تشوفون هاي الصورة، نادي القاسم رفعا للقرآن الكريم، وهذه صور الحكام وهم رافعين القرآن الكريم، وامامكم نادي الشرطة كيف يدعم ويدافع عن القرآن الكريم. والكل قاعد يشوف ماكو اي دوري عربي عمل هذا الشيء